اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد من ايامنا الحلوه ووجباتنا الخفيفه اللذيذه. بصوا بقى يا جماعه، انا كانت نفسي هفني على ايه؟ على حاجه حلوه. فببص كده في دولاب المطبخ لقيت عندي ايه؟ سميد ناعم. ايه ده؟ تعالى هنا، انت كنت فين؟ فرحت مطلعاه وهعمل لكم بيه وصفه انا بعشقها. يلا بينا يلا بينا. هتجيبي لي 2 كوبايتين سميد ناعم، كوبايتين دقيق، نفس كمية السميد هي نفس كمية الدقيق، تمام. ومعلقتين كبار حليب بودر، وهتجيبي له كوباية سمنة، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، وظرف فانيليا. وتروحي عاملة الخميرة معلقة كبيرة خميرة على نص كوباية مية دافية على معلقة سكر، تقلبيهم في بعض وتركنيهم على جنب بعد ما تشوفي الايه، لحد ما الخميرة تتفاعل، تمام. هتروحي جايبالي ايه؟ نيجي بقى على العجان، تحطي كل المكونات الجافة مع بعض، الدقيق والسميد وذرة الملح ما تنساهاش، اوكي، ومعلقتين الحليب الباودر، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكيس الفانيليا. كل المكونات دي ميكس مع بعضه، وتروحي نازلة عليهم بإيه؟ بكوباية السمنة. وانا هنا استعملت العجين، لو انت ما عندكيش عجين مفيش اي مشكله، ممكن تستعملي ايدك تبسي، احنا عايزين نبس العجينه لحد ما تتشرب بالسمنه. الدقيق الدقيق لحد ما يتشرب بالسمنه، تمام كده. انا هنا هستعمل الكف لان انا مش محتاجه الخافق ده اللي هو العجين، مش محتاجاه. بعد كده لما تتاكدي ان الدقيق اتشرب كله بالسمنه، تروحي نازله بنص كوبايه الخميره، الميه بالخميره، وتعجني. لقيتي العجينه شربت السوائل اللي فيها ولسه برضو ناشفه، تروحي مزوده. انا هنا زودت كمان نص كوبايه ميه، تمام كده. فانا هنا كل اول عن اخر زودت كوبايه ميه. بس اول ما العجينه تلم معاكي والعجين ينضف، هي كده، بصوا هي كده ضن. بس احنا ما بنعجنش، احنا بنلم. هنعمل بقى الحشوه. انا هعمل ايه يا جماعه؟ ما قلتلكمش. انا هعمل الحجازيه الاسكندراني، بس من غير اي مكسرات، انا بحبها كده. لو انتوا عايزين تضيفوا مكسرات او سوداني ضيفوا. هنا هنحط كوبايه سكر بني، على 2 معلقه كبيره قرفه، على 2 معلقه كبيره كاكاو خام، على كوبايه سميد ناعم، ومعلقه عسل ابيض. عشان بس العسل ابيض ليه؟ عشان ما تفرولش بعد السوا، يعني تحس ان الايه، الحشوه تمسك في بعض، عشان وانت بتاكليها ما تفرولش منك. ومعلقتين ميه، وتفضلي تقلبي فيهم لحد ما يوصلوا للقوام ده، زي الرمله. تمسكيها بايدك تحس انها ايه، لمت مع بعض، وفي نفس الوقت هي مفروله، مش نشف، مش لما مع بعض، مش عجينه. هنا هتجيبي ستريتش راب، وهتجيبي العجينه وتقسميها 2 بالتساوي، وتفرديها خالص. انا بحب ايه، الرقات تبقى رقيقه كده، والحشوه تبقى هي اللي ظاهره في النص. هتشوف المنظر في الاخر تحفه، شكل وطعم والله يا جماعه ولا اروع. وتقدري تتحكمي في كميه السكر كمان، ممكن تحطي كوبايه الا ربع، ممكن تحطي نص كوبايه سكر. ده قصدي اللي انت تعملي في البيت حاجه نظيفه، وحاجه انت بتتحكمي في نسبه السكريات بتاعتها. بصوا سمك العجينه يا جماعه، هو ده السمك اللي انا عايزاه. تروحي حطها في الصينيه على حسب حجم الصينيه اللي انت عايزاها، تفردي فوقها الحشوه. وبعد ما تفردي الحشوه، بصوا الحشوه بتتفرد سهله ازاي، عشان انا مش عاملاها عجينه، انا عاملاها برده مفروله بس ماسكه ببعض، تمام. وتضغطي عليها كويس قوي عشان ما تحسيش ان الايه، الحشوه سايبه العجين، لازم نضغط عليها عشان كله يمسك في بعضه. تروح عامله الرق التاني بنفس الطريقه. شوفوا الاسترتش راب بيساعدك جدا على فكره. وتشيلي اي زوايد فيها، وتروحي مشكلاها بالشوكه. انا عملتها بالشوكه، وقطعيها قبل ما تخش الفرن، وتحطيها على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. لو عندك الفرن بيشتغل سيبريت، يعني من فوق لوحده ومن تحت فوق لوحده، فحطيها من فوق بعد ما تستوى من تحت، تتاكدي انها استوت. شوفوا لي هالمنظر يا جماعه، تحفه تحفه، ولا الطعم ولا اروع. بصوا، بصوا الرقات، بصوا الحشوه اللي في النص، بصوا جمالها، بصوا ظاهره ازاي.
والطعم يا جماعة بجد بجد جربوها مش هتندموا. انا هنا بص بسم الله ما شاء الله، يعني لسه طالعة من الفرن دي وما شاء الله اكلوا نصها. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وألف شفا. اشوفكم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.